زي ما اتفقنا في مقدمه التشريح ان السكيليتال ماسلز او العضلات الهيكليه هي فولنتري، يعني تقدر تتحكم فيها بارادتك. فمن اهم وظائف الجهاز العضلي هي الحركه من خلال انقباض او انبساط العضله عن طريق ان هي بتولد قوه فتسحب نقطه النهايه على نقطه البدايه فتحرك العظم والمفاصل. مش احنا اتفقنا ان العضله ليها نهايه وليها بدايه، ولو انا قربت النهايه على البدايه انا كده بشغل العضله، ده بقى اسمه انقباض. لكن كلمه انقباض نفسها واسعه شويه لان هي مش بتوصف شكل واحد، عشان كده هنقسم انقباض العضله لانواع وهنفهم الفرق بينهم. اول شكل وهو الايزومتريك كونتراكشن، هنا العضله بتنقبض ولكن طولها مش بيتغير، وكمان العضله بتنتج قوه مساويه للقوه اللي وقع عليها، عشان كده الجسم بيفضل في وضع ثبات والعضله طولها مش بيتغير. الشكل الثاني هو الايزوتونيك كونتراكشن، هنا العضله برضو بتنقبض ولكن طولها بيتغير وبتنقسم لنوعين، الكونسنتريك كونتراكشن والايسنتريك كونتراكشن. دلوقتي انت هتسالني ازاي العضله بتنقبض ولكن مره طولها بيتغير ومره طولها بيفضل ثابت؟ مش معنى كلمه انقباض ان العضله قصرت، لا، لان علميا كلمه كونتراكشن او انقباض هنا معناها ان العضله بتنتج قوه، مش معناها ان هي بتقصر. هي تقدر تنتج قوه سواء طولها ثابت او هي بتطول او هي بتقصر. يبقى احنا عندنا ثلاث اشكال: بتنقبض وطولها ثابت، بتنقبض وهي بتطول، وبتنقبض وهي بتقصر. تعال ناخد اول نوع وهو الايزومتريك كونتراكشن، زي تمرين البلانك. هنا انت الجاذبيه بتحاول تشدك وتوقعك لتحت وانت عايز تثبت فوق، فبالتالي العضلات بتاعتك بتنتج قوه مساويه للجاذبيه اللي بتشدك لتحت، فانت ولا جسمك بيقع على الارض ولا بتقدر تقف على رجليك، بتفضل بس في النص. فهنا فعلا في ايفورت العضله بتبذله ولكن طولها مش بيتغير، يعني ولا بتطول ولا بتقصر، بس شغاله وفيها تفاعيل. تعال بقى للايزوتونيك كونتراكشن، وده النوع اللي بيحصل فيه تغيير في طول العضله سواء بتطول او بتقصر، زي تمرين الباي بالدمبل. التمرين ده بيحصل فيه الحركتين الكونسنتريك والايسنتريك، بس خلينا نبدا بالكونسنتريك. هنا العضله بتنتج قوه اكبر من القوه اللي واقعه عليها، يعني خلينا نتخيل ان الدمبل ده وزنه 10 كيلو والدمبل ده عايز يقع لتحت، والعضله بتاعه البايسبس عايزه تسحب الدمبل ده لفوق، فبالتالي هي لازم تنتج قوه اكبر من القوه اللي بتجذب الدمبل ده لتحت عشان خاطر ترفعه عكس اتجاه الجاذبيه. فبالتالي العضله دي بيحصل لها انقباض بالتقصير، فبتنتج اكبر قوه عشان تقدر ترفع الدمبل ده لفوق. تاني نوع بقى هو الايسنتريك، هنا العضله بتنتج قوه اقل من القوه اللي واقعه عليها، ودي عكس الكونسنتريك، لان انت هنا الدمبل بينزل مع الجاذبيه، انت كده كده اصلا الدمبل عايز يقع لتحت وانت بتنزل دراعك لتحت مع الجاذبيه. وعضله البايسبس هنا بتقاوم ان الوزن يقع مره واحده، بتديله فعلا مقاومه ولكن اقل من ان انت عايز ترفعها لفوق. فهنا العضله برضو بتنقبض ولكن في وضع الاستطاله، كل ما الدمبل هينزل لتحت اكتر كل ما الضغط اللي على البايسبس هيبدا ينزل بالتدريج، وهو ده الايسنتريك كونتراكشن، ان العضله تبقى بتنتج قوه ولكن اقل من القوه اللي واقعه عليها. طيب هي الحركه اللي حصلت بتاعت ان الدمبل بيطلع وبينزل، هي دي حصلت بسبب البايسبس بس؟ احنا اتفقنا في المقدمه ان مفيش عضله بتتحرك لوحدها، وجسمك بيسلم بعضه والعضلات شغاله كجروب، مجموعه عضليه بتحقق وظيفه معينه. فده ودينا على شويه مصطلحات محتاجين نفهمها عشان نبدا نعرف فين العضلات الاساسيه اللي شايله الوزن وفين العضلات المساعده. اول مصطلح هو الاجونست او البرايم موفر، ودي العضله الاساسيه المسؤوله عن تنفيذ الحركه، وعكسها الانتاجونست، دي العضله المقابله للعضله الاساسيه اللي شغاله. لما البرايم موفر دي بتنقبض العضله المقابله ليها بيحصل لها استطاله، ولما البرايم موفر دي بيحصل لها استطاله العضله المقابله ليها بتنقبض. هما ماشيين بشكل عكسي. ليه ماشيين بشكل عكسي؟ عشان خاطر يبقى في تجانس وسلاسه في الحركه. وفي حاجه كمان اسمها السينرجيست ماسل، ودي العضله المساعده اللي بتشتغل مع العضله الاساسيه عشان تساعدها في تنفيذ الحركه. خلينا ناخد مثال بسيط عشان نفهم. في تمرين الباي بالدمبل العضله الاساسيه اللي شغاله هنا هي البايسبس، يبقى هي دي البرايم موفر، والعضله المقابله ليها هي الترايسبس، يبقى هي دي معانا الانتاجونست. وعضلات السواعد بتاعتك هي شغاله مع البايسبس كعضلات مساعده. فالكلام ده كله بيوضح ان الجسم بيشتغل كنظام كامل، وكل عضله بيكون ليها دور معين في وقت معين. لكن وظيفه الجهاز العضلي مش بس الحركه، في وظائف تانية كتير بيقوم بيها بشكل يومي مهمه جدا. اول وظيفه وهي وضعيه الجسم او الثبات، البوستشر اند ستابيليتي. اكيد شفت حد قبل كده كتافه مايله لقدام بالشكل ده، وده بيكون بسبب ان عضلات الشيست بتاعته بتكون شاده الكتف لقدام عشان هي قويه، والعضلات بتاعه الظهر العلوي بتكون مرتخيه وضعيفه، فالشيست بيكون ليه الافضليه على ان هو يشد الكتف لقدام، فبيحصل المشكله دي، فبيحصل خلل في وضعيه الجسم. كمان العضلات بيكون ليها دور كبير جدا في استقرار المفاصل او الجوينت ستابيليتي، زي مفصل الكتف بتحيط بيه عضلات اسمها روتيتور كافس. العضلات دي بتحيطه من كذا اتجاه، فبتساعده على الثبات وبتقلل فرص حدوث الخلع. فالعضلات الهيكليه مش وظيفتها بس ان هي تحركك، هي كمان بتحمي اعضاء مهمه جدا في جسمك، زي عضلات البطن اللي بتحمي اعضاء كتيره جدا موجوده جوه التجويف البطني. كمان بتساعد في التنفس، عضله الحجاب الحاجز والعضلات اللي موجوده بين الضلوع، العضلات دي بتنقبض وبتنبسط فبتساعدك في عمليه الشهيق والزفير. واثناء انقباض العضلات كمان بيتم توليد حراره، ودي عمليه اسمها الهيت جنريشن، والهدف منها الحفاظ على درجه حراره الجسم. من وظائفها ان هي بتساعدك في عمليه التمثيل الغذائي، الميتابوليك فانكشن. العضلات من اكتر الانسجه استهلاكا للطاقه، فبالتالي كل ما الكتله العضليه بتاعتك هتزيد كل ما حرقك هيعلى.